ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ وصباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا هتتفرجوا على الفيديو ده فيه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الجو النهارده ساقعة تلج. طبعا بقى هتقولوا لي كل الحاجات دي هتتعمل في الساقعة ديت، اقول لكم ايوه، هنعمل كل الحاجات دي في الساقعة. الجو تحفة، يعني انا بحب الجو ده عن نفسي. يلا، عايزة كل اللي بيتفرج عليا يقولي هو من انه محافظة او من انه بلد والجو عامل ايه عنده. ويلا بينا نبدأ في الفيديو. بس قبل اي حاجة، لو انتوا حبايبي مش مشتركين معايا في القناة، ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش بالله عليكم اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم زي ما انتم معوديني. ربنا ما يحرمني منكم يا رب. يلا بينا بقى نبدأ في اليوم بتاعنا. طبعا احلى حاجة نبدأ بيها يومنا هو العيش الجميل دوت. يلا حطوا لايك للعيش الحلو ده. طبعا زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، انا بعمل العيش دوت ليه كده. طبعا عشان انا لو ما عملتش كده كل الرده اللي انتوا شايفينها ديت، استنى هوريها لكم. شايفين كل الرده ديت وانا باجي اسخن العيش هتقع على البوتاجاز، فبالتالي هيبهدل الدنيا. طب ليه ما احنا نعمله كده من الاول ونشيله نضيف في الفريزر. بص بقى، انا بقسم، يعني انا بجيب ب20 جنيه 27 رغيف، فبقسمهم بقى يعني مثلا كل 10 في كيس وبحطهم في الفريزر. فلما باجي اسحب منه بقى ما افتحش يعني لو انا حطيته كله على بعض فهاجي بقى اخد منه او انا او بناتي هيفتحوا الكيس ويبهدلوا لي العيش، فانا ما بحبش كده الصراحه. فاحنا بنطلع يعني على قدنا 10 كده، ولو اتبقى برضو بلفه تاني واروح حطاه في الفريزر. طبعا ما اقولكمش بقى المية نازلة ساقعة تلج. هتقولوا لي طب ليه بقى مش مشغلة السخان؟ هقولك عشان انا ما عنديش سخان. فانا يعني ساعات لما بلاقي الاطباق مدهننه كده بروح بقى مسخنه لها شويه ميه على البوتاجاز واغسلهم فيها. لكن انا الصراحه ما عنديش سخان. هنا بقى الليفه القديمه رميتها وطلعت ليفه جديده اهي. يعني انا كل ما احس ان الليفه بتاعتي اتبهدلت فبروح شايلاها رمياها ومطلعه واحده تانية. شطفت طبعا الاطباق والكوبايات الاول وبعدين حطهم في الحوض كده وهنغسلهم بقى. معلش استحملي كده، لو انت عندك شويه حاجات قومي اعمليها. إيه عندك مواعين، عندك إيه اكل كده في الفريزر عايزه تطلعيه كده، يعني ما تتعبيش نفسك وتنزلي بقى. انت لو عايزه تعملي اي اكل خشي كده التلاجة وخشي الفريزر، هتلاقي بقى شويه حاجات حلوين كده طلعيهم اللي انت مخبياهم دول. طلعيهم كده واعملي اكل. الكنكه دي مغلباني جدا، يعني اي كوبايه شاي اعملها فيها الاقيها غمقت، الاقيها من قلبها كده بقى اسود. فانا عايزه اجيب التلات كنكات اللي في الطقم الجرانيت دوت. فبس عايزاكم تكتبوا لي في الكومنتات، يعني لو حد جاب نوع كويس يكتب لي تحت ويقول لي هو اسمه ايه ويقول لي بكام، علشان انا عايزه اجيب منه. علشان الكنكه ديت الصراحه محدش يجيبها يا بنات. هي دي نوعها ألمونيا، وانا كنت مش فاكره، كنت جايباها باين يا ب45 يا ب50. بس بجد تعملي فيها اي حاجه تلاقي قلبها اسود كده ومش حلوه خالص. فكل شويه بقى كل ما اجي اغسل مواعين تغلبني واقعد ادعكها بالسلكه جامد لحد ما تنضف. كده بقى انا بخلص المواعين كلهم مره واحده، علشان انا عندي زي ما قلت لكم كده انا عندي موتور. فانا مش برضه اسيب الموتور شغال كتير علشان طبعا لا قدر الله لا يتحرق ولا حاجه. فيدوبك بشطفهم كده واروح بقى قافله الموتور واروح مصبناهم كلهم مره واحده. بعد كده بشطفهم زي ما هتشوفوا دلوقتي. لما تحطي الاطباق كده في الحوض هتسهل عليكي الميه الجاريه ديت عليهم، هتسهل عليكي الشطيف. نجيب بقى الفوطه بتاعتنا او المصفى بتاعتنا، اي حاجه ان انتي بتصفي عليها وتشطفي وتحطي عليها على طول.
يلا بقى يا ستات، كل اللي عنده حد في اولى ثانوي، تانية ثانوي او تانية اعدادي ونجح الحمد لله بالتوفيق كده، يكتب لي تحت ويقول لي في الكومنتات يفرحنا، عشان كمان نعمل له تهنئة في الفيديو الجاي ان شاء الله. بصوا انا كده خلصت المواعين، غسلتها وشطفتها اهو، هروح بقى ارصها مكانها. وزي ما قلت لكم اوعوا تنسوا بقى تقولوا لي على الكنكات الجرانيت ديت انهي نوع احلى وجبتوها بكام. المواعين دي كلها اللي انا غسلتها شويه كده عقبال ما اخلص الاكل انا هعمله، هتلاقيها كلها في الحوض تاني، ليه ما اعرفش. شطوره يا هنا. انا كده بقى غسلت الفوطه ديت كويس قوي، ونغسل بقى الحوض بتاعنا وننشفه حلو. القطاعة ديت انا حطاها هنا عند الحوض علشان انا مش لاقيه لها مكان، بس قبل ما استعملها وبعد ما بستعملها بروح مصبناها كويس وشيلها مكانها. الحوض ده طبعا عاوز السلك الألمونيا العادي دوت اللي بيتشرى من عند الراجل، عارفينه، عشان ده ابيض فبحط له شويه كرول كده واروح دعكيه بقى بالسلك اللي بقولكوا عليه ده، بيخليهولي فله بجد. بس انا ما عنديش للاسف النهارده، فغسلته بالسلكه التانية العاديه بتاعت المواعين. بس كده خلصنا، كده نرجع بقى كل حاجه مكانها ونروح نرص المواعين بتاعتنا. هنا طبعا يا بنات انا ما قدرتش ان انا اشيل بقى كل الحاجات ديت واغسل مكانها، لا انا يا دوبك كده مسحت البطرمانات كويس ورحت عامله لها بقى حاطه شويه خل عليهم وتمام كده. الجو ساقع يا اختي، يعني احنا هنقطع نفسنا؟ ده كفايه الاكل اللي انا لسه هعمله. بصوا بقى الشطاره بتاعتي، فاكرين الكرومبايه اللي انا عملتها في الفيديو اللي قبل دوت؟ لا اللي قبل ده، استنى قبل ما اقول لكم على الكرومبايه. بصوا الليفت اللي انا عاملاه كان روعه. بص بقى الليفت طعمه جميل جدا. انا عاملاه فيديو على فكره بس لسه الصراحه ما نزلتهوش، بس هنزله لكم. مش عارفه كل ما اجي اعمل مونتاج الفيديو يجي لي يا اما بتاع انابيب يا اما الراجل بتاع البيكيا دوت. اهو اتفضلوا. يلا ربنا يرزق الجميع يا رب. المهم عماله كل لما اجي احاول اشيل تروح فرحه ايه، تاخد واحده منه. على فكره البطرمان عملته ولسه يعني خلاص قرب يخلص، بس برضو هحط لكم الفيديو ان شاء الله وطريقته انا عملته ازاي. بصوا بقى الكرومبايه اللي انا كنت عاملاها في الفيديو نزلته لكم، بس الصراحه مش فاكره انه فيديو، هبقى احط لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. اتبقى من الكرومبايه عشان الفرح كانت جايباها لي ما شاء الله، كانت كبيره، فاتبقى منها ياما قوي. فالنهارده قلت بقى ايه، دخلت كده زي ما بقولك اروح فاتحه التلاجة واشوف بقى انا مخبيه ايه بقى في التلاجة في الفريزر. فلقيت الكرنبايه دي قدامي، ولقيت كمان خضره المحشي، وعندي الطماطم وعندي الرز، عندي كل حاجه، وعندي فلفل كمان. رحت بقى ايه مطلعه كل ده وعاملاه بقى. فعشان الكرنبايه لما تيجي تعمليها ما تجلدش معاكي، يعني تكون مجلده كده وطعمها مش حلو، فتروحي مسخنه لها ميه كانك لسه هتسلقيها من تاني. فانا سخنت لها ميه وفككتها كده من بعضها بالراحه قوي.
المهم، فجيت بقى اعمل البصلايه في المبشره، فلقيت المبشره هتخليها ناعمه، فانا ما بحبش البصله ناعمه الصراحه، وخاصه في المحشي. فروحت عاملاها على ايديا كده وقلت اسهل واحسن. خلصت طبعا اهو البصلايه قدامكم، خرطتها يعني ولا ناعم قوي ولا خشن قوي، حلو كده متوسط. هروح بقى بشرة طماطميتين كبار كده زي ما انتوا شايفين. المبشرة دي يا جماعة محدش يجيب منها، هاتي الاربعة كده مع بعض عشان لما تيجي تسندي تبقي تعرفي، لكن ديت بتغلبني الصراحة، الناحية واحدة دي بتغلبني ومبعرفش اعمل بيها حاجة. المهم قشر الطماطم دوت مش هرميها، هحطه بقى مع الايه الخلطة اللي انا هحطها على المحشي. وديت الخضرة بتاعة المحشي اللي انا كنت شايلاها في الفريزر، شايفين بقى الشطارة. وادي شوية زيت، وهنحط بقى البهارات بتاعتنا على حسب ما انتي عايزة، حطي اي حاجة. وهحط طبعا قرن فلفل، لو انتي مش بتحبي المحشي حامي بلاش، اسكتوا. انا زعلت قوي ان انا ملقتش شطة عندي، لانه زي ما انتوا عارفين انا بحب المحشي مشطشط كده، بس ملقتش للاسف شطة عندي خالص، فزعلت جدا جدا. فحطيت بقى، جبت بتاع كيس صلصة وحطيته عليها. على فكرة لما تجيبوا يا جماعة اكياس الصلصة احسن ما تجيبوا من البطرمانات، ممكن البطرمان يبوظ منك، لكن كيس الصلصة دوت على قد استخدامك، بعد كده لو عوزتي بقى ايه تفتحي الكيس تاني. المهم انا حطيت بقى التوابل بتاعتي، حطيت كمون وملح وفلفل اسمر، بس زي ما قلت لكم كده يا خساره ما كانش عندي بتاع ده شطه. هنقلبه بقى تقليبه كويسه قوي، وبنركنهم بقى على جنب لحد ما نروح نغسل الرز ونيجي تاني. هنفضي بقى، انا عملت يوميها حوالي كيلو رز. شوفي بقى لو انت بتحبي تعيري الرز كده زي او بتحبي تحطي الكيلو كله عادي، يعني انا يوميها قعدت اعيره وفي الاخر حطيت الكيلو كله. شايفه الشطاره، رحت وجيت لقيت الرز مغسول على طول. كده غسلت الرز بتاعنا اهو. طبعا لو كان فيه اي حاجه كده نقيه وانتي واقفه كده بايديكي سريعا سريع وشيل، عشان ساعات بيبقى فيه الحاجات الصغيره السودة ديت في الرز. نقلبه بقى كويس جدا وبعد كده نحشيه. انا بحب اعمل المحشي في الحله برصه بالطول مش برصه بالعرض، يعني مش برصه دائري. في ناس بتحب ترصه الحله كده يعني مدوره، لكن انا بحبه ارص بالطول احلى، بيبقى سهل معايا جدا. وعلى حسب برضو ما انت عايزه تعملي طماطم طرنشات في قعر الحله او بصلايه، يعني زي ما انت حابه. دي بقى الخلطة اللي انا بعملها، بحط القشر الطماطم اللي انا ببقى بشراه، وبحط عليه برضو فلفل حسيت وكمون ان احنا في رمضان معرفش وملح، بما انك حد كل صايمه، وبقلبه بس تقليبه يعني مش كويسه كده، واروح حاطه زي ما انتوا شفتوا كده. وبنحط الطبق دوت علشان المحشي ما يتهرولش معانا. هنا بقى بنوتي فروحه حبيبه قلبي بتعمل لي بقى، انا بقى واقفه بعمل الاكل جوه. وبعد ما حشيت بقى طبعا انا بهدلت الدنيا على الترابيزه زي ما انتوا شايفين كده. فهي بقى ايه عماله بتنضف ورايا يا عيني. بس فخليها، بس عشان انا بس اتاخرت في الاكل النهارده، فخليتها بس هي اللي تعملها لي الريسبشن، تروقه كده وتكنسه، وتقعد بقى هي تذاكر، ملهاش دعوه بالباقي بره. يا اختي يا اختي على الشطاره يا اختي، ماسكه طرحتي عماله تنضف بيها، ده انا هكسرها. طبعا محدش قال لي على الستاره. اوكي، شايفين المطبخ اللي انا لسه عاملاه بقى عامل ازاي؟ فرح برضو اللي روقتهولي. الحمد لله ما كانش في حاجات كتيرة، يعني يا دوبك شوية حاجات من مطرح ما عملنا المحشي، شالتهم كده قوام قوام وخلاص. وبصوا بقى قلبي هتعمل لي ايه، عشان لقيتني صايمة بقى تعمل لي بلح. ده طبعا ماما صايمه النهارده، فانا هعمل لها اللبن بالبلح والبلح باللبن. اعتقد كفايه كده. هنشطفهم بعد كده هنقطعهم نصين. عايزاكم يا جماعة الله يخليكم كل يعني
اي حد عندي كده ويشوف الفيديو ده لحد هنا يدعي بقى دعوة حلوة كده من قلب الفرح، علشان هي في ثالثة ثانوي كده، هي واختها بوسي. ادعوا لهم دعوة حلوة كده، ربنا ينجح عيالنا يا رب كلهم. ولكم مثلها ان شاء الله الدعوة اللي انتوا هتقولها لهم. طبعا هي بتعمل لي البلح بالحليب اهو. فحطت بقى، جبت كمية تمر كده وقطعتهم زي ما انتوا شايفين، وحطت كوبايتين لبن. حطت كوباية لبن عادية وكوباية لبن بودرة ومعلقتين سكر، بس طلع مسكر جدا جدا. يعني اللي يعمل التمر دوت ما يحطش عليه بتاع دوت سكر، يعمل يدوبك معلقة واحدة كفاية. شايفين بقى هنا الفلفل اللي انا عملته، الفلفل ده بالطماطم والتومة. هبقى اصورهولكم واوريهولكم بيتعمل ازاي. وادي الاستاذ محشي بتاعنا خلص النهارده، هنغرب بقى علشان ناكل. فرح بنتي لما بتيجي تاكل المحشي ده بتقولي يا ماما المحشي لما باكله مش بينزل في معدتي، لا بينزل على قلبي. بكاشة بكاشة. هي طبعا بتقولي كده عشان اعمل لهم محشي كتير، لان انا فين وفين عقبال ما بعمل لهم محشي، يعني مش بعمل على طول الصراحة. اتفضلوا بقى معانا يا جماعة. شايفين الحلة ما شاء الله طلعت يعني حلوة كده وصغنونة كده، بس والله كفانا وشبعنا جدا الحمد لله. ولا نزلنا ولا عملنا اي حاجة ولا صرفنا اي حاجة النهاردة. وادي المحشي بتاعنا النهاردة والفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم زي انتم معودين، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. ده الباقي بتاع المحشي هشيله لابني عشان لما يجي بالليل يتعشى. بس كده وما في كانش فيه الا انا وفرح. هنحط بقى التمر اللي هي عاملاه دوت. هو طلع جميل بس زي ما قلت لكم مسكر جدا. بس كده. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.